نتحدث اليوم عن بيت من بيوت الجنة. من منا ما يتمنى يكون عنده بيت في الجنة؟ لحد يقول لي ما حد يتمنى، كلنا نتمنى أن يكون عندنا بيت في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قصورا وبيوتا في الفردوس الأعلى. ولكن هناك أسباب. المساجد، البعض منا الله وفقه سبحانه وتعالى في بناء مسجد ومسجدين و3 و4، هذا من فضل الله عليه سبحانه وتعالى. ولكن البعض الآخر إمكانياته ضعيفة، لا يستطيع أن يبني المسجد كامل على نفقته كاملة. وانتم تدرون أن في مساجد في بعض البلدان بالملايين وبعض البلدان بعشرات الألوف، فما يستطيع اللي في حالة فقر أن يدفع هذه المبالغ. ولكن جاءت مثلا المؤسسات الخيرية والجمعيات والهيئات وبعض اللجان الموثقة والمعروفة والمشهورة، وأنا أؤكد عليها بأن تدفعون للثقات من هذه المؤسسات. أعطونا كوبونات في ب10 ريال وفي ب20 وفي ب50 ريال وفي ب100 ريال كمساهمة لبناء المساجد. فكيف احنا نفرط في هذه الفرصة العظيمة؟ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله عز وجل بنى الله له بيتا في الجنة. البيت ترى في الجنة، ما قال لك في الدنيا. انت حلو يجيك شخص أمير ولا ملك ولا وزير يقول لك ترى بشرك إنه يعني حصلت على بيت، شوف فرحتك وهو بيت في الدنيا. فما بالك لما يكون الله سبحانه وتعالى يجعله بيت من بيوت الجنة بسبب ماذا؟ بسبب مساهمتك، المساهمة البسيطة في بناء بيت الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه أن يبني لي ولكم جميعا قصورا وبيوتا في الفردوس الأعلى، وأن يجعلني وإياكم من بناة المساجد حتى لو مساهمتنا بالقليل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.